قبل الاسم كان المكان سيح السلم، ومن هنا عام 2990 بدأت سباقات القطران. اليوم نحن في سباق الاسطبلات الخاصة التسعيرة، سباق تدار فيه القرارات قبل أن تدار السرعات. بين المراحل كان لنا لقاءات مع فرسان ومدربين وحضور، كل لقاء كشف جانب لا يظهر على المضمون. في هذا السباق لمسافة 120 كيلومتر تغيرت الأوراق وتغيرت الخطط، كل اسطبل دخل بخطة، والسبب معروف: 3 ملايين للمركز الأول والجوائز حتى المركز 90. في المرحلة الأولى تجاوزت السرعة الجنونية مقارنة بسباقات الاسطبلات الخاصة. العين والكمدة كانوا من الكروت المرشحة وبقوة، ومعهم اسطبلات بن عمهي والماس والمغير. في منطقة الفحص تغيرت الأوراق، سرعات عالية وسقوط أسماء، الكمدة يخرج من الصدارة. في المرحلة الرابعة ما عاد في مجال التجربة، هنا يظهر الفرق بين من يملك خيل ومن يعرف كيف يقود اسطبل. القرارات صارت أوضح والنوادر بدأت تظهر. هذا السباق كشف حقيقة مهمة، أن الاسطبلات الخاصة قادرة إذا أعطيت المساحة والدعم. يوم التتويج ما كان مجرد مراكز، كان رسالة: اسطبلات المغير في المركز الأول، فوز ما جاء صدفة، والفوارس ثاني، واسطبل الخيول ثالث. لكن المنصة اليوم كانت أوسع للجميع. نحن المهرجان ترى من سنة لسنة، والسنة زاد المهرجان إنه صار تسعيرة، ويمكن نحن من عندنا دافع شوي قوي لأنه تسعيرة. اليوم صار شوي الريس فوضى الصراحة يعني أنت تشوف السرعة اللي صارت اليوم أساساً 35 و 34 والمفرقين، هذا صح؟ أبداً مش طبيعية، واللي أول الخاسرين اللي سووا السرعة أنا كنت معاهم، وأنا بعد أنا خيولي تأخرن في القلب، والسبب أني بعد تهورت معاهم، ما قدرت أخليهم. خيول سبق صراحة اللي كانت قدام، خيول اللي عند الكمدة، لا الفرس ولا الحصان القري، وحتى حصان العين اللي كان معانا، هاي خيول ما يستهان فيهن. وأنا بعد خيولي جاهزات، يعني أنا أشوف عمري أن خيولي جاهزات، ما رمت أقاصر عنهم. اليوم أنا جاي منصة، يعني إذا أنا أبشاره بروح أخلص فرع. اليوم ما تشوف اللي فعلاً اللي هم متهورة وتقدموا وكل شيء دفعوا الثمن، يعني اللي انضرب بلنتي اندفعوا الثمن، والمرحلة الثالثة هذه بعد فيها خسائر أكثر. نحن نتمنى السلامة لنا والمشاركين كلهم، لكن تمت السرعة بالطريقة هاي اللي الحين اللي شفناها أول مرحلتين كنا بنخسر خيل. لابد نحن ما عندنا مدربين في الاسطبلات الكبيرة مثل حصان العين مركض قبل، واليوم العين يقول إذا ما بعت ب3 مليون في التسعيرة ما بيع ب500، والكمدة نفس الكلام. هذا جايين حق الأول حق 3 مليون، مو جايين حق يخلصون وراه، وان حصان عندهم خيول كواليتي انها تبتاع ب500، مو بهذا. الكبدة دفع الثمن، ضرب بلنتي. الكبدة دفع الثمن، واتوقع العين ما بيستمر. انا اتوقع العين ما بيستمر، لان الحصان مو هو اللي كان في الريس اللي طاف، مو بالحصان الحي اللي ضارب اللي يروح في التراك روحه. انا كنت معاه في المرحله هاي، لا الحصان مش في مستوى. نعم جازفنا والله وايد اليوم، وعلى الله متوكلين على الله، وإن شاء الله خير. المرحلة الثالثة كيف بيكون بس؟ الله أعلم. احتمال يكون عادي نفس 34 35 كذي تتوقع؟ مستحيل، أظن لا، بنخف 26. ترى في خيور طلعت وايد خيول طلع، والخيول المرشحة كلها طلع، باقي حصان العين في كم خيل بعد. أنا قلت له إذا مستأذن شكلكم واحد. لا نحن جايين صوبك، ترى نحن جايين صوبك. هني دراسي. أنا شوية راشد ها اسطبلات عاد بس معاهم ترى كلكم لا عواصف، الحين كلكم مع بعض في العواصف، كلكم جروب واحد، سواء مع راشد سواء معك أنت. الله يعطيك العافية. نحن بنتكلم عن اللي صار اليوم، السرعة اللي صارت اليوم، هل هي سرعة فعلا تشوفها سرعة حقيقية تكون في الاسطبلات الخاصة وسباق اليوم تتجاوز 34؟ والله أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. السرعة اللي صارت اليوم هذا حفوز مكرمة الشيخ محمد طول عمره. شوفي لأنها ما استوت في العالم، هاي الشارة ما استوت، والتسعيرة هاي اللي حطوها حياتنا نحن كلها في الخيل ما استوت مثل هاي التسعيرة، فالعالم كلها حفزانة، واحد طار كلهم طار وراه، ونحن وياهم. تقريبا 4 خيول أتوقع. من الخيول اللي كانت معكم قدام؟ عندنا حصان كانوا وياهم علي نيسان، لكن اللي موارد تعرفين كنا وياهم، لكن أيام خيلنا هذا الثمن اللي دفعناه. ولا نحن يعني ما ودنا نفوت الريس، هذا الريس بروحه مشاركة فيه، هذا ناموس. لو تشوف أنت ما شاء الله الجوائز اللي أعتقد
مركز 90 يعني تبارك الرحمن، في تشانس. ترى اقول لك العالم كلها يعني فرحانه بالمكرمه هاي. هي نعم ان شاء الله. بعد في عندنا خيول ورا ان شاء الله انه بتدخل في الشارع. هذا سباق، والسباق كل سباق له ظروفه. السرعه في المرحله الاولى راحوا بسرعه كبيره. والمرحله الثانيه بعد نفس الشيء. لا، المرحله الثانيه ما راح بسرعه كبيره. اللي ورا في الخلف اللي انضرب بلنتي زاد السرعه عشان يلحق على الاوائل، ونحن كنا في الخلف ونفس الروتين. في خيل ضرب معاكم بلنتي؟ هو المرحله الاولى ولحقناهم اخر 5 كيلو ومصلين ضرب بلنتي. السلام عليكم. طبعا نحن اليوم في مهرجان كبير، مهرجان الكل متواجد فيه، سواء الفرسان، المدربين، الحضور من كل مكان، من كل انحاء العالم نقول. غير الجوائز اللي صارت اليوم في هذا السباق بالذات، نقول شيء حدث تاريخي عمره ما صار، وخلى كثير من الاسطبلات تدفع الثمن في اول مرحله. أول شيء نحن نشكر سيدي صاحب السمو الشيخ محمد، لأن الفوز الأساسي هو شوفته في المهرجان هذا، ودعمه المستمر لرياضة القدرة بشكل عام، وبشكل خاص للاسطبلات الخاصة اللي أنا أصلا أساسا طالع منها في رياضة القدرة. نتمنى التوفيق للجميع. طبيعي دائما المنافسة في يعني منافسين بيدفعون الثمن، ولكن نشوف والله سامي قوية موجودة الحين في انطلاقة المرحلة الثالثة، وخيول طيبة يدل على قوة رياضة القدرة هنا، والكواليتي الخيل اللي موجود، ومستوى تجهيز للاسطبلات الخاصة في رياضة القدرة. إذا تكلمنا عن الاسطبلات الخاصة في السابق، في الأعوام السابقة والحين اللي نشوفه في تغيير كامل، نقول تغيير جذري، قامت نقول نفس مستوى اسطبلات الشيوخ. طال عمرك الدعم واحد، دعم الشيوخ الله يحفظهم ما يميز بين اسطبلات خاصة ولا اسطبلات المعازيب. هم مقصرين في دعمهم هو اللي أوصل الاسطبلات الخاصة لهذا المستوى من التنافسية، اللي اليوم سباقات التسعيرة موجودة لدعم الاسطبلات الخاصة، وأيضا تمد خيول الاسطبلات بخيول من الاسطبلات الخاصة. دعم منظومة متكاملة، أتوقع هذا هو الإيكو سيستم الصحيح، هذا النموذج اللي دولة الإمارات أصدرته للعالم في رياضة القدرة، هو المتألق اللي اليوم أصبحت كل دول العالم تقتدي فيه وتحاول تطبق نفس المنظومة هاي عندهم في رياضة القدرة. اليوم بنتكلم عن دورك كحكم. يا هلا ومرحبا فيكم. نرحب بكم في مهرجان سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة. دوري كحكم، نحن قاعدين ننظم مجريات السباق، سواء تطبيق قوانين الاتحاد الدولي للفروسية وقوانين المحلية اللي داخل الدولة، من خلال تنظيم عملية خروج الخيل عند عودتها من المراحل المتعددة. يعني في اليوم 4 مراحل، فكل ما الخيل ترجع من المرحلة نحن ننظم داخل هنا، سواء في منطقة الفحص البيطري أو تبريد الخيل، وبعد ننظم عملية خروج الخيل إلى المراحل. أنا باخذ لك لقاء قبل ما تطلع الخيل. شو الحفوز؟ الحمد لله ماشي يفوز الحمد لله. طبعا الخيل قاعد يتجهز لك الحين. حلو. خبرنا شو بداية المرحلة الثالثة كيف بيكون؟ هل بيكون نفس مسار المرحلة الأولى والثانية؟ نفس السرعة؟ أنا انصدمت من السرعة المرحلة الأولى والثانية، بس أتوقع المرحلة الثالثة شوي يسايرون. حاولت أقلص المسافة بس بعدني ما نجحت. إن شاء الله هالمرحلة. شو معطيات خيلك؟ الحمد لله زين. الحين مركز 17، عندي الريكفري زين. لكن اللي قدام ما شاء الله عليهم بعد خيولهم عندهم الريكفري وعندهم السرعة. بحاول أوصل. مرحبا بك. طبعا ما شاء الله أنت من اسطبلات العيل المرشحة وبقوة اليوم في السباق. نعم. خلينا نتكلم عن خيلك أول شيء. يمكن أنت الحين في 17 ولا في 17، ونبي نتكلم عن الخيل اللي قدام. الخيل جدام ما شاء الله يعني للحين فيه، ومادي أداء وايد حلو من بداية اللوب، يعني من بداية الريس يعني، ولا إن شاء الله متأملين فيه خير. من الفارس اللي فيه؟ فيدريكو. ما شاء الله فيدريكو دائما اي تبارك الرحمن الله يعطيه العافيه، معاه خبره فعلا وتكنيك خلاص مع اسطبلات العين. اذا خلينا نتكلم الحين عن خيلك انت، وين بتكون يعني؟ هل السرعه بتجاذب ولا بتمسك فيه؟ 28 27 ما بنزيد عنها. لا والله المهرجان هذا مهرجان سيدي صاحب السمو الشيخ محمد، مهرجان كبير وغالي على الكل طبعا، ودورنا نحن اليوم أن نشوف شو الأجواء اللي تحت المظلات، شو اللي يصير شو اللي ما يصير، ونقوم بدورنا بأحسن وجه. جديد هذا صح؟ 2 سنة ونص خلاص ما شاء الله. أونر أحمد المنصوري ما شاء الله رقم 1 يستقبل. ما شاء الله رقم 1 يستقبل، يعني إن شاء الله يكون قدام. لا مني ما في، بس راس الخيمة. راس الخيمة. أنتوا بروحكم عندكم قرية؟ زين الحين وين خيلك؟ خيل ورا المرزوقي. أي رقم؟ يعني كم أي مركز؟
أنا الين 78 بوزيشن يعني ما شاء الله التأكيد بيدخل داخل ناموس. إن شاء الله. يلا وين هذا؟ خيل مال انت نوم شوي شوية. نوم أول بس ريت خلص. يعني تكميلي. إيه. هذا أو بچة 6 سنة عمر هذا. زين. فرنسا. انت كم سنة يشتغل؟ من 14 سنة. انا بعدين يمكن يسوي اسطبل جديد يجي معي انا. إيه ما في مشكلة. اوف يعني انت على طول يبيع. لا ما مش مشكلة يعني امورك طيبة. يلا اي اسطبل انت؟ اسطبلات السلع هنا كم خيل مشاركين؟ 2 ان شاء الله. وشلون قدام؟ والله الحين يعني سايرين على المراكز يمكن تقول شبه اوليه ما اوليه الورا الاوليه. الجوائز للمركز 90. ايوه نحن داخلين الحين ان شاء الله. داخلين 90؟ ايوه يعني في السبعينات ان شاء الله. ما شاء الله تبارك الرحمن. كم كرو موجود عندكم؟ كرو نحن 8 على كل خيل 4 كرو. 4 خيول و8 كرو. نعم. تحس ان الكرو لازم يكون عددهم اكبر؟ أيوة. اكثر؟ اكيد لانه الخيل يعتمد على ضربات القلب في الفحص. ايوه. فكل ما زاد القلوب زاد التبريد زاد شو اسمه عندكم. خيلكم وصل ولا بعده؟ Steward. Yeah. He's coming. Yeah. Just reading. Mm-hmm. Okay. Any horse missing? So calling. Where is horse? Or any steward, any person is coming. مدرب يجي نفر يجي. So when hail so يخبر. هذا خيل. انت اذا يطلع ما يطلع. بس هذا ضروري. يعني هذا مهم اصلا انت مكان انت مال انت مهم صح؟ هذا ضروري هذا. سباق قوي جدا. انت ما شفت السرعه واللخبطه وما كانت في مجموعات يعني ثابته تحس ان كل حد متفرق. وايد لان اول شيء لا تلومينهم. سباق كلاسيك مهرجان فارس العرب. العدد كبير. اسماء مرشحه يعني اللي مركز اول. اسطبلات جايه لمركز اول واسطبلات جايه للتسعيره واسطبلات جايه للشاره واسطبلات جايه للبيع يعني غير التسعيره. تسعيره غير وهذه يعني أربعة مشاركات تسعيرة وناموس وأيضا الخيل جاية لانتقائها لأن من المركز الأول وحتى المركز الأخير يحق لهم شامل يعني مش ال90 يعني شامل كل خيل يخلص. كل خيل يخلص يعني الشارة موجودة وكل خيل يخلص ممكن ينتقونه حتى لو تي أخير إذا خلاص يبون لأن 500,000 إذا بياخذون الخيل منك. يا تشجع متابع مشجع اي ومشارك ان شاء الله باكر. اليوم كنا بنشارك لكن ما الله كتبها. فرسات باكر الفرسات موجود. انا اسطبل خاص. شو اسم اسطبلكم زين؟ اسطبلي بيو اتش انديورنس بو هادي. لا والله جديد صار لي 3 سنوات. زين اليوم انت جيت وشفت المرحله وشفت كيف الاسطبلات الخاصه طبعا مقارنه دائما بالاسطبلات الخاصه مع السباقات المفتوحه في غير تعرف اليوم السرعه اللي صارت ما تشوفها فيها تجاوزات؟ مو تجاوزات سرعه جنونيه بالنسبه لي. مرحله اولى سرعه جنونيه لكن الناموس يتطلب مغامره والشباب غامروا اليوم وعسى الله انه يكتب لهم الخير ان شاء الله في المرحله الاخيره لكن فيها ضريبه يعني هي الضريبه بيدفعونها في اللوب الاخير ولا بتندفع الحين بعد الريكزام لكن عسى الله يوفقهم يا رب. كابتن ناموس مستحق. صار خير خلاص ناموس يا الحمد لله رب العالمين معلمين. الله يعطيك العافيه. اليوم الكل كان فعلا مرشحنك وعلى اللي صار اليوم في السباق شفت كيف السرعه كانت في اللوب الاول واللوب الثاني كانت فيه تجاوزات صراحه. صح اليوم طال عمرك الخيل كلها معروفه يعني ما في خيل ما نعرفه كلنا اركض الخيل يمكن ما في خيل قد فاز ما عاد خيل الكمده ولكن سبحان الله الخيل كلها اركضات كلها توب 10 وخيل اكثرها جديده فكنا الكتاب نفس السباق كان كتاب مفتوح فنزلنا مجموعه الخيل اللي خلصت يعني نعرف يعني كل خيل في السباق كنا نعرفه شو كيف اداءه وكيف سرعته وكيف قلبه والحمد لله بناء على اساسه احنا اشتغلنا اليوم الفوز مش فوز عادي اليوم انت فايز في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد. نعم الحمد لله رب العالمين وهذا طال عمرك حلم اي واحد يحلمه كان من طموحي اني انا اسبق في السباق. جهز هالخيل اساسا؟ نعم الخيل هذا شغل 3 سنوات حق يوم نفس اليوم هذا. منصور ناموس مستحق. الله يعطيك العافيه. اليوم السباق يا منصور ما كان سباق عادي مع انه سباق اسطبلات خاصه بس اللي شفناه من سرعات باللوب الاول واللوب الثاني فعلا نشوف كانه نسابق سباق مفتوح. اللهم لك الحمد والشكر. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم ما تعرفين ايش كثر هالكاس غالي علينا مجرد انك انت ما تركب في هالسباق هذا اكبر فخر واكثر فخر لاي اسطبل مهما كان. الحمد لله هذا الحصان اخذته من 4 سنوات. الحصان مشيت به بالدوب من تأهيلياته من أموره الحمد لله
لين صار يكمل خفيف خفيف 4 سنوات أسسته. هو اللهم لك الحمد والشكر، اخترت له السباق المكان الصحيح والسباق الصحيح عشان انه يرفع راسنا في نفس المحفل الكبير كشيخ محمد، ولنا الشرف ان نحن شاركنا فيه وان نركب منصته. اللهم لك الحمد والشكر. شوفي نحن بامانه اقول لك بدايه السباق كانت جدا عاليه، سباق برتم عالي، بس يعني ما تقدر تقول غير ان سباق مثل هذا ما تقدر تغامر انك تخلي انت الجروب، لازم انك تضحي وتدفع الثمن. في ربعنا دفعوا الثمن، والله انا اقول له معوض منصور اسطبلات الكمده والكل اللي شاركوا. اليوم لك ويوم عليك، نحن ياما صرنا كملنا واستبعدنا، الواحد يقول الحمد لله ربي انه بيختار لك المكان الصحيح والسواق الصحيح. بالبدايه نحن نرحب فيكم في مدينه دبي الدوليه القدره، ومهرجان سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم القدرة. مهرجان غالي على جميع الفرسان والمدربين، والكل يحظى فخر كبير انه بس يشارك في هالمهرجان. من سمعوا الاسطبلات الخاصه المكرمه من سيدي فارس العرب، الجميع استبشر بخير، وهذه المكرمه تعطي استدامه لرياضه الفروسيه والمواطنين للاجيال القادمه. نحن نوصي اهل الخيل ونقولهم ان الله يطول بعمره فارس العرب يدعمهم في جميع شتى مجالات الفروسية، الله يحفظه ويطول بعمره. وسباقات القدرة مستمرة بوجودهم بوجود خيلهم، والمعزب الله يطول بعمره دومه يدعم الاسطبلات الخاصة اللي تشتري الخيل، اللي توصل وتاخذ الخيل وتوصلها لمستوى طيب، يشتري بدعم بمستراها وتحويلها للاسطبلات اصحاب السمو الشيوخ. يعني خلطة الابطال هي وجود بطلة معاكم. يا بطلة خبريني شنو خلطة الابطال؟ مصنع، اول شيء هذا مصنع زعبيل فيد للاعلاف، للخيول، للجمال، للحيوانات بشكل عام. هو مصنع برؤية وقيادة الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه، وهي الخلطات كلها من صنع صاحب السمو الشيخ محمد، هي وإنتاج. عندنا مصنع كامل، هو مصنع على مستوى عالمي ومن أفضل الخلطات اللي موجودة في الشرق الأوسط فيك تقول. بالنسبة للجيبية هي كانت من أوائل الخلطات، وهي بتمشي مع أكثر من نوع من أنواع الخيول، يعني إن كان في التدريب الخفيف أو الشديد. المخصصة للإندورانسية الزعبية الإندورانس، الشامبيون ميكس بياخدوها كمان لفترة كمان إذا يبغوا يسووا ككونديشن أعلى. بشري حقنا نقدر؟ والله لا، بهاي في لها ترتيب ثاني. هذه يعني هذا العمل عمل الاستاد والصناعة أو تحنيط محلي يثلج الصدر يوم تشوف واحد من عيال بلدك في هذا المجال تفتخر به. وانت طبعا وجود قامة إعلامية وما شاء الله أبو فارسات وأبو أبطال وهو روح بطل. ولا عليك زود ولا عليك زود ولا أتشرف بكم، الله يبارك فيك. شرف لنا، الله يطول بعمرك، الله يطول بعمرك. نعم. من هذا الحين مثلا احنا في التحنيط اوكي محنطين مثلا الطيور، ولا نظرة يمكن يقول لي لا ولدي الوضعية تختلف، الوضعية مو بشي هي خبرة بعد خبرة، يا أنا أقنعه يا هو يقنعني. والحمد لله وصلنا يعني شاركنا أول مشاركة لي هني وأنا من 10 سنوات يعني في هالشغلة. أول طير بديته في طيري أنا هذاك تقريبا كمل الحين وهو محنط 10 سنوات. حسين عاشور وياكم حبيبتي. هذا مشروع الجاش، الأونر إماراتية، نفس ما نقول من الجاش، يعني الاسم اللي هي اختارته من الجاش يعني من القلب. الأونر يعني شغوفة بهالبرفيومز والدخون، يعني هي اللي تختار خلطات الدهون بنفسها يعني، وتحب دائما تشارك في المهرجانات والإيفنتات التراثية أكثر شيء. يعني هذا مشروع إماراتي بديناه من الصفر، بديناه كنحن انديورنس رايدرز، فما كنا نشوف وايد لبس حق الرياضة هاي. فالحين يعني يوم انتي تركبين تعرفين مثلا ان هالشيء بيخدم شو بالضبط وهالشيء بيخدم شو بالضبط، فنحن حاولنا نخدم الرايدرز اللي موجودين باللبس اللي عندنا. انتي فارسة؟ هنا عشان كذي قلتي بيخدمنا لان عارفه شو معاناة اللبس طبعا. طيب خلينا نتكلم عن النوعية بالضبط، يعني هل هي للبارد للماي شنو بالضبط؟ هي دراي فيت ودوم، يعني نحن نحرص انه يكون مثلا الفابريك يكون فيه يوفي بروتكشن، لان نحن دوم في
الشمس، فنحتاج أن نحمي بعد جسمنا من الشمس، فدوم أحرص أنه يكون الفابريك UV protection ودراي فيت. طيب الحين مع كثرة البراندات الموجودة، شو اللي يميز براندكم عن البراندات الأخرى؟ يعني أكيد في ميزة معينة، لأن في تنافس أنا أشوف الحين صار. الصراحة تنافس كبير بيننا، بس يعني كلنا في النهاية أخوان وكلنا نساعد بعض عادي، لكن الشيء اللي يميز براندنا أنه هي صناعة إماراتية 100%. اللهم بس الفابريك اللي نجيبه من كوريا، الشيء الثاني كل شيء صناعي إماراتية. سباق اليوم سباق تصعير لمسافة 120 كيلومتر ظاهرة النوادر. اسطبلات خاصة قدمت نموذجا من الإنجاز ما يحتاج اسم كبير، يحتاج إلى قرار صح، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جاء في وقته الصح. مكرمة وصلت حتى المركز 90، رسالة واضحة أن الباب مفتوح للجميع.